ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء، مرحبا بكم معايا. معكم سمية من قناة مطبخ البيت، سمية كوتشينة كازالينكا. مرحبا بكم معايا، عواشر مبروكة. نتمنى من الله تكونوا في أحسن الأحوال وأحسن الظروف، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عواشر مبروكة البنات. هنا غنقدم لكم اليوم الحلوة ديال الخليط. صراحة اللي هي كتجي شي حاجة غزالة من الوصفات القديمة، يعني المغربيه الاصيله اللي ما كنستغناوش عليها. قلت علاش اللي ما صورهاش معاكم. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وما تنسونيش من التعاليق الزوينه ولي لايك، واللي اول مره غيشوف القناه ما تنساش دير ابوني وتضغط على الجرس ليصلك كل جديد فضلا وليس امرا. الى عجبك المحتوى ديال القناه كما كنقول دائما، هانتوما البنات راه كتجي غزاله. هذه الحلوه ديال العيد اللي كتسالي في نهار، الحلوه ديال الزمن الجميل. صراحه ما لقيتش المرشم ديالها، ولكن انا عجبني هذا المرشم، درت هذا. كنتمنى تعجبكم الوصفه، ودوزوا معايا ان شاء الله باش نحضروا الوصفه ديالنا على بركه الله ان شاء الله. هنا عندنا في المقادير غنحتاجوا شويه ديال الزبيب، كيبقى اختياري. عندنا زنجلان، عندي هنا كاس لاروب ديال السكر ثقيل، عندي هنا كاس ديال الزيت مع مرش، عندي ربعه ديال الزبده. هنا عندي القرقاع اللي حمرته واحد شويه وهرمشتو هكا، وهنا عندي اللوز. كيبقى اختياري، يعني ديروا داكشي اللي متوفر عندكم في الدار. يمكن لكم ديروا زبيب، اللوز، كاوكاو، اي حاجه داكشي اللي عندكم ديروه. وغنحتاج هنا 2 ساشي ديال الزهر، وغنحتاج 7 غرام ديال الخميره، وطبيعه الحال الدقيق حسب الخليط. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. هنا غناخذ هذا فكاك الوحيل بالنسبه لي انا. صراحه اي حاجه اللي غنخدمها بيدي بالنسبه للحلويات، سواء كنخدمها بالعجان سواء كنخدمها في هذا. غندير هنا الزبده والزيت والسكر غيتخدموا لي مزيان، عاود ما نخدمهم بايدي عاد باش نكمل. يمكن لكم تعجنوا غير في قصريه ولا طبسيل، يعني كل واحد كيفاش كيخدم. انا بالنسبه لي عندي مشكل في ايدي، فانا كنختار اي حاجه اللي ما غاديش زعما تضرني في يدي وصافي. صافي غنضيف هنا الزهر كما كتشوفوا، راه باقي عامر. يلا خدمت فيه دابا الحلوه ديال الريش بوند. صافي وغندير السكر والزيت وغنخدم مع بعضياتهم مزيان ونطلقها. هنا من بعد ما طحنت الخليط، شوفوا البنات كيفاش كيجي، كيولي على شكل بوماد. المهم انا بالنسبه ليا انا عمليه، كنخدم فيها الصابلي، كنخدم فيها اي حاجه، اي حاجه طاح لكم على البال. بات بغيزي، بات صابلي. بالنسبه للوز اللي كنطحن، اللي كندير في لي ميني طاغطولات ولا طاغطولات ديال اللوز. اي حاجه اي حاجه البنات كنخدمها في هذه، فهي صراحه كتسهل. صافي انا غادي نضيف هاد المكونات، غنضيف هاد الكركاع. بالنسبه للكميه يعني داكشي اللي بغيتو البنات. ما نقدرش نقول لكم الكميه، نتوما كيفاش بغيتوها، واش تبغيو يعني هاد المكسرات فيها كثيره او لا قليله. بالنسبه للزنجلان البنات هو راه حمرت واحد شويه، من الافضل نديروا هادشي محمر لان دغيا كطيب. صافي وهنا غادي ندير 7 غرام ديال الخميره، وبطبيعه الحال الدقيق حسب الخليط. صافي البنات، المهم الخليط راه كيكون على هذا الشكل، يعني متماسك وفي نفس الوقت رطب وما يكونش يعني قاصح بزاف. بالنسبه لهذا كنخدم انا بهذا الراس، هذا هو اللي كنخدم به الحلويات. راه كاينين بزاف البنات اللي كنعرفهم يعني عن قرب اللي عندهم هذا الروبو، ولكن ما كيخدموش به. بالعكس كيخدم مزيان الحلوى، وفي نفس الوقت كيسهل عليكم الماموريه. يعني عاود ما تبقاي تخدمي بيدك، كتخدمي دغيا وكتسالي دغيا، وكيخدم مزيان الحلوى. ها نتوما شوف، بالنسبه للصابلي بالنسبه لكل شيء كيخدم الحلوى مزيان. صافي كما قلت لكم العجين كتكون على هذا الشكل هكا، يعني تجيني ساهله تكور ما تفرتتش. ها نتوما، وفي نفس الوقت راها رطبه. دقيقه البنات، فانا ما قلتش لكم الكميه اللي استعملت هنايا. كتبقى على حساب الخليط البنات. المهم انا تقريبا كان عندي في هاد الزلافه يمكن شي 900 ولا 800 غرام ديال الدقيق. كما كتشوفوا هي باقا لنا شي 100، تقدر تزيد لكم 700 حتى ل 800 غرام.
المهم يعني ما عبرتوش الصراحه، غير خويته من الباكيه ديال الكيلو، كنت ديجا واخده منها واحد شويه كيبقى على حساب الخليط. صافي هنا انا استعملت هذا المرشم، يمكن لكم تستعملوا المرشم ديال الزمن الجميل. صراحه ما لقيتوش، قلبت عليه ما لقيتوش، ما عرفتوش فين غبر ليا، ولكن انا بغيتو بهذه الطبعه الصراحه عجبتني. ديجا استعملتها العام اللي فات في الحلوه ديال التمر، كتجي صراحه زوينه. صافي هنا ناخذ العجين على هذا الشكل. بالنسبه يمكن لكم تعبروها باش تجيكم يعني مقاده. هنا كل كويره غندير فيها انايا 20 غرام على هذا الشكل. فانا عبرتها البنات باش تجي الحلوه مقاده. صافي غندوزها في الدقيق، لان كما كتشوفوا راها يعني طريه بزاف، غتلصق لينا في الطابع. صافي غندوزها على هذا الشكل وغنحط في اللاطه، وغندير حتى المرشم هكا في الدقيق، وغنحط على هذا الشكل ونضغط. صافي كتعطينا هاد الرشمه هكا تجي زوينه. ديال الحلوه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران، قبيله نسيت دخلت اللاطه، ما قلت لكم والو على طريقه الطهي. المهم راه بالنسبه لطريقه الطهي راه كاع يعني الاغلبيه كيعرفوا كيفاش يطيبوا الحلوه. كنشعل الفران يعني ديجا سخون من قبل، نار متوسطه. خشيت اللاطه ديالي هكا يعني من التحت حتى تحمرت ليا الحلوه من التحت، وشعلت عليها من الفوق. دابا غادي ندوز باش نديرها في السكر سخيل. على هذا الشكل. صافي حتى نكمل هاد الحلوه ديالي كامله. كتجي بنينه البنات. ما فنتها في السكر ثقيل كتجي على هذا الشكل البنت، راه كتجي روعه غزاله. غير جربوها، هذه حلوه الزمن الجميل صراحه. يعني واخا ديري اللي درتي كيبقاو شي حلويات اللي سبحان الله دائما يعني البنه ديالهم، ويعني الحضور ديالهم في المائده يعني ديال العيد، ديال رمضان او لا اي عيد، سبحان الله العظيم كتبقى يعني شي حاجه ضروريه. هنا درت حتى لي شهود، ما يعني ما صورتش معكم الفيديو لضيق الوقت، ولكن نشاركها معكم مره اخرى ان شاء الله. وغنخلي لكم حتى المقادير اللي استعملتها هنا في صندوق الوصف، يعني اللي مهتم بالمقادير هي كتجي صراحه غزاله. هانتوما نرجعوا الوصفه ديالنا ديال اليوم، فهي كتجي على هذا الشكل. هانتوما كتجي هشيشه البنات. الحلوه اللي كتسالي في النهار هي هذه.